تخيل ان لقطه واحده تخليك تحس انك سايب المكتب وداخل على الشط بالظبط كده. في فيديو النهارده هفكك لك التصميم اللي قصادك ده حته حته، وهقول لك برضو ازاي جبت الاستوكات اللي في التصميم ده، ومش بس كده، ده كمان ازاي الفكره جات لي وازاي قدرت افصصها واحده واحده كده لحد لما اوصل للتصميم اللي كان قصادك ده. فهنمشي مع بعض خطوه خطوه لحد لما نعمل نفس التصميم تاني وبنفس الاحساس. بص يا صديقي، انا جالي عميل قال لي انا عايز اعمل تصميم لشركه سياحه، وعايز الفكره تكون عن 1 2 3 4. انا بدأ اجيب ورقه وقلم واكتب وراه، ورحت فاتح وسارد القصه عندي. بص زي ما هو واضح قصادك كده، هو كان طالب مني موظف او موظفه تكون لابسه فورمال، وانا عرضت عليه الفكره وقال لي تمام مفيش مشاكل. فسردت القصه عندي هنا وقلت انا لازم مثلا هجيب مكتب ولابتوب واباجوره وورق مثلا بيطير وملفات، ده اللي هيبقى وراه هيبقى بيعبر عن الضغط اللي هو في الشغل. والجانب التاني هكون جايب شط وسما ومثلا شمسيه وكوره او عوامه وكده. ودي العبارات اللي كنت مقترحها ان انا هكتبها على البوستر، والتسليم كان محتاجه مني بانهي صيغ، ودي كانت الملاحظات اللي هو كان عايزها. فعلى طول رحت مخلص له التصميم وبعته له كده، فهو وافق عليه وعجبه جدا. فانا هشرح لكم النهارده ازاي نقدر نعمل التصميم ده. اول حاجه هفتح التصميم اللي عندي، مثلا هخليه 4000 في 2250 علشان لو عاوز تنزله على السوشيال ميديا، وهدوس كريت. اخفي بس الجايد اللي معايا كده. تعالى اوريك بقى جبنا ازاي الاستوكات. رحت داخل على ايمج اف اكس وكاتب كده برومبت لذيذ ان عايز شخص يكون بالمواصفات اللي قلت لكم عليها دي. فبدا يطلع لي عندي الصوره دي كانت يا دوب نفس اللي انا عايزه بالظبط. هو انا خليته لابس عوامه وزعانف هنا، وهنا اللابتوب والاباجوره والورق اللي هو بيعبر عن الضغط. طبعا بدا يعمل لي اكتر من نموذج زي ما انت شايف. فانا برضو ما وقفتش عليه ان هو مثلا مش هيقدر يطلع لي الاستوكايه، رحت داخل على ويس ولقيته بدا يعمل لي النماذج اللي قصادك دي. فقعدت اجرب مره واثنين وثلاثه لحد لما طلعت الصوره اللي قصادك دي. فعلى طول رحت واخدها عندي على التصميم وصغرتها كده على المقاس اللي عندي بالشكل اللي قصادك ده، ورحت دايس اوكي. بدات على طول كده بالجنريتيف فيل، خليته يكمل لي الحتتين اللي في الصوره دي، وبقت بالمنظر اللي قصادك ده. طبعا دمجت الاثنين مع بعض، عملتهم كونفيرت سمارت اولز. وفي الحته دي بقى بدات اعمل انا طبعا عايز اقص الصوره من اول الباب ده. رحت جايب الاداه بتاعه الكويك سيلكشن تول دي، وبدات احدد له كده من اول الباب كروكي كده. طبعا ما تنساش برضو وانت بتحدد تخليها على خيار الكلاود ده علشان تشوف مخرجات جميله جدا. هبدا بقى اشيل السيلكشن كده من على الشخص، برضو الزعانف اللي هنا يا دوب اول لما باجي احدد هو بيبدا يخش على الشخصيه على طول. ممكن ناخد الجانب بتاع الظل برضو ده معانا، وتمام كده اتاكد ان كل حاجه ماشيه معايا تمام. اروح على طول عامل ماسك هنا وهدوس كنترول اي علشان اقلب الماسك بتاعي ده. كده انا حددت الشخص معايا. كنت عايز اجيب الجانب بتاع البحر ده، فرحت رايح لويسك مديله طبعا برومت كده ان انا عايز عوامه وشمسيه برضو عندي في التصميم، واديت برضو الايمج اف اكس اشوف مين اللي هيطلع لي افضل نتيجه. طبعا اديت البرومت هنا وفضلت معاه زي ما هو باين عندك هنا 9 مرات اجرب لحد لما طلعت لي الصور اللي قصادك دي. خدت الصوره منهم ورحت رايح للفوتوشوب، بدات على طول اجيب الصوره دي معايا هنا. سحبت الصوره دي على التصميم ونزلتها تحت التصميم اللي عندي، وبدات ان انا اصغرها في التصميم عندي بالشكل ده. رحت دايس اوكي. طبعا هجيب الفرشه لو في اي حاجه زي كده ظاهره علشان نبدا نخفيها. هبدا اخفي معايا صوره الموديل، وهيجي برضو على الصوره الاساسيه اخليه يكمل لي الجزء الباقي منها ده. هو التصميم سهل ما فيهوش اي حاجه. انت يا دوب اول لما جبت الفكره عندك هتبدا تجمع. المشكله كلها في انك هتجمع الاستوكات. جمعت الاستوكات هتبدا تركبهم على بعض، والموضوع بسيط جدا. انا هقول لك برضو على كام تريكايه كده وانا بشرح هيسهلوا معاك الدنيا جدا. ممكن نختار النموذج ده مفيش مشاكل، وابدا ادمج الاثنين مع بعض. سريعا كده في حاجه برضو ظهرت هنا اكيد انا مش هشيلها في المونتاج، فلازم اعرفها لك ان انا لما اجي احدد بالشكل ده هيطلع خط كده حوالين الشخص. هقف على الصوره وهدوس سيلكت سبجكت، وهقول لك ايه اللي اعمله دلوقتي علشان اخفي الخط الابيض اللي ظهر معايا ده. طبعا هو حدد لي بالنيابه عن الاي اي الموجود في فوتوشوب. هبدا ادوس كنترول شيفت اي علشان اعكس تحديد، واقف على الماسك اللي هنا وهجيب الفرشه وابدا امسح على الحواف اللي هي كانت ظاهره عندي دي. ما بقاش في حواف يعتبر خالص، في يا دوب في شويه عند الشعر هنا وخلاص كده بقت بالمنظر ده. بص بقى يا صديقي ايه التركايه علشان تدمج البحر مع الارض بالطريقه دي. اول حاجه انا هجيب اداه البين تول، ابدا ازود الحته دي كده، ابدا ازودها في الصوره عندي، وممكن امسحها من الجانب ده في الصوره. بص يا صديقي بقى ايه التركايه. اول حاجه هتيجي هتحدد الاثنين مع بعض هنا كده، ممكن تقول له ميرج ما تكتبلوش اي حاجه وتدوس جنريت، هيبدا يدمجها لك كده بالذكاء الاصطناعي لحد لما الاقيه عمل لي الشكل ده بتاع الارض. هبدا دلوقتي اروح على اللاير بتاع الشخص ونبدا نعمل له ريتاتش بسيط قوي كده. هبدا اوطي اللاير ده وادوس كنترول اي عشان اعكس اللاير اللي عندي، وبالبرش هبدا اغمق الجانب بتاع الشخص من جوه قوي كده واخففه شويه كده اللاير اللي عندنا. وهاجي اعمل لاير تاني بالعكس بقى افتحه شويه
كنترول اي برضو، والفرشه هبدا احاول انور الجانب اللي في الشخص في الحته دي علشان يبقى جاي الاضاءه من الحته دي. طبعا هبدا اغمقها برضو شويه، واضيف هنا اي لينس فلير كده، احولها بس سكرين، خليها في المكان ده، واخففها شويه بالمنظر قصادك ده. طبعا النص اللي كان عندي هنا، هنبدا دلوقتي نيجي نكتب من جديه الشغل لحريه البحر بالشكل ده. الحتت دي عندك مش هتبقى موجوده، كل اللي عليك عشان تكتبها تدوس شيفت وتدوس حرف الت. ابدا احطها عندي هنا كده، ممكن اكبرها شويه بالمنظر اللي قصادك ده، وادوس كنترول تي وادوس على ايه سكيو، ابدا انزلها شويه كده. وهنعمل ايه بقى؟ ركز معايا في الموضوع ده. هبدا اخد نسخه منها شويه تاني كده، وهدوس شيفت واغير اللون بتاعها لاي لون موجود عندنا هنا، وليكن اللون البرتقاني ده، وهدوس شيفت وابدا اودي اللاير يمين سنه وتحت سنه. ناخد منه برضو نسخه تانيه وتخليها مثلا رايحه للون الاصفر شويه، وتعمل نفس النظام. هتدوس شيفت تجيبها شويه يمين، تنزل بيها شويه تحت، وتنزل اللاير ده تحت خالص. طب دي سنه يمين وسنه تحت برضه. ممكن ندوس على اللاير ده دبل كليك ونعمل دروب شادو علشان يبقى بالشكل اللذيذ اللي عندك ده. ممكن نمسك اللايرين الاخرانيين دول ندخلهم شويه لجوه قريبين من الكلمه بتاعتنا. نمسك الثلاثه مع بعض وادوس الت وابدا انزلهم شويه تاني كده، وادوس كليك يمين واعمل لهم لينك علشان لما اجي احرك يتحركوا كلهم مع بعض مره واحده. اخليها في الزاويه دي كده، وكده يعتبر التصميم بتاعك انت خلص. انت يا دوب بس هنعمل له بس حاجه بسيطه كده. افتح القائمه دي واختار كلر لوك اب، اديله كلر لوك اب كده، افتح قائمه الكلر لوك اب كده، واقعد انزل واحده واحده كده لحد لما اختار لون يكون عاجبني كده في الصوره بالمنظر اللي قصادك ده. هعمل لاير، ركز معايا، دوس الت كنترول شيفت اي علشان يدمج لي كل اللايرات دي كلها، يطلعهم لي في لاير واحد. اروح على قائمه فلتر، كاميرا رو فلتر، ادوس على اللايت اخليها اوتو، ابدا بس اوطي الشادو شويه كده عشان هو عندي علاه، وازود شويه فايبرنس عندي شويه كده. ومن الافكت ابدا اعلي تكتشر شويه، والكلاريتي برده شويه. خيار برده ده اخليه كده نسبه 15% مثلا. اروح على الديتيلز واعلي الشاربن علشان يبقى نازل بحده عندي كده، وهدوس اوكي. اعمل اخر حاجه بسيطه كده، اجيب البرش وابدا اكبرها، وهبدا اغمق في الحته اللي جوه دي علشان اركز على التصميم بتاعي. ابدا طبعا اغطيها كده تبقى بالشكل اللي عندك ده، وكده تكون خلصت التصميم اللي قصادك ده. جبت الاستوكات وعملت له دمج بسيط كده، والفكره بقت واضحه. وبس كده نكون خلصنا درس النهارده يا صديقي. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، وتكتب كومنتك الجميل علشان ده اللي بيشجعني اخليني اكمل في المحتوى اللي انتوا شايفينه ده. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار طبعا تقدر تواصل معايا، هتلاقي كل لينكات الايميلات بتاعتي في الديسكريبشن. لو عايزني اشرح لك تصميم معين مثلا ابعتولي ومش هتاخر عليك. اشوف وشكم على خير في الفيديو الجاي، وسلام.